تفتكر ايه اللي يخليك تدفع 23 جنيه في علبه زبادي لما ممكن تجيبها ب 3 او 4 جنيه او حتى تجيبها من نفس الشركه ب 5 او 6 جنيه؟ بما ان طبعا ده موسم الزبادي وانت كده كده بنسبه 2% النهارده هتجيب زبادي وانت مروح، فاهلا بيكم فيديو جديد مع احمد الشريف. والنهارده هنشوف مين احسن زبادي في مصر. جبت النهارده 5 من اكبر الشركات اللي بتعمل الزبادي اليوناني في مصر، وهنقارنهم بنفس البديل العادي بتاعهم والزبادي حتى العاديه بتاعت السوبر ماركت، ونشوف هل فرق السعر بينهم يستاهل ولا لا. نبدا باول واحده فيهم معانا وهي جهينه. اول حاجه زبادي يوناني ودي بسعر 22 جنيه 170 جرام و15 جرام بروتين، وده غالبا اكبر حجم بروتين في كل علب الزبادي اللي موجوده في الحلقه. وزبادي جهينه عاديه بسعر 6 جنيه حجم 105 جرام. نفتح كده ونشوف. طبعا انا بحب الزبادي اللي بالفواكه والحاجات دي، بس عشان نحكم ونشوف المقارنه صح قلت اجيب الساده خالص وربنا ايه معانا بقى. الزبادي طبعا يوناني كده تحس ان وشها كده ايه متقلب او تحسها كانت داخله في بعضيها، انما الزبادي العاديه بتاعت جهينه لا وشها ايه ممسوح كده ساده خالص. شوف كده العاديه الاول عامله ازاي، قوامها حلو، طعمها هادي، طعمها جميل كده خالص. انا عن نفسي بحبها بالعسل او بالسكر، بس ما اتضايقتش لما اكلتها كده لوحديها، جميله برضه. شوف بقى كده اليوناني، لا شكلها اتقل. نقول بسم الله. لا طعم مختلف تماما، طعم هنا كريمي قوي، تحس بطعم اللبن قوي قوي فيها، تحس ان هي حاجه معموله في البيت كده، حاجه جامده جدا. انا بصراحه لا ما توقعتش ان الفرق يكون جامد قوي بينهم كده. فانا كده شايف ان هنا فرق السعر طبعا يستاهل وبقوه لو انت عايز تجيب حاجه طعمها حلو جدا ويكيفك قوي، حلوه جدا. شوف بقى النوع اللي بعديه عامل ازاي. المراعي، مراعي يوناني بسعر 23 جنيه 170 جرام 10 جرام بروتين، ومراعي عاديه 105 جرام بسعر 7 جنيه. ده كده شكل اليوناني من جوه، يعني قوامه تحسه هنا برده في الطبقه دي كده بس اتقلبت شويه، والعادي طبعا بنفس الوش العادي جدا ده. ندوق العاديه كده الاول ونقول بسم الله. طعمها حلو برده، قريبه قوي من جهينه اللي فاتت، يعني مفيش فرق كبير قوي بينهم، بس بدي العاديه. شوف بقى اليوناني كده بتاعتها عامله ازاي. بصوا هو في فرق طبعا برضو بين دي وبين دي، بس انا شايف ان الفرق مش جامد قوي. يعني طبعا لو هقارن دي بجهينه اليوناني، لا جهينه طبعا تكسب بكتير جدا. هنا الطعم تحسه، بس مجرد الفرق بين دي وبين دي ان هنا القوام بتاعه اتقل سنه، لكن ان في طعم مختلف او ان في طعم دسم اعلى او ان في طعم حاجه بيور اكتر، لا مش حاسس هنا بالكلام ده بصراحه. فانا شايف ان فرق السعر هنا لا ما يستاهلش، عادي يعني، مش الفرق الجوهري اللي يخليك تروح من دي لدي، عكس بتاع جهينه. بصراحه بتاع جهينه خطفتني جامد قوي بصراحه. نروح بقى اللي بعده ونشوف هل في حد هيقدر يعلي على جهينه ولا لا. لاكتيل يوناني ب 21 جنيه 7 جرام بس بروتين، وحجمها 180 جرام، يعني هنا حجم اعلى بس بروتين اقل. ولاكتيل عادي 120 جرام حجم اكبر وبسعر 7 جنيه. طبعا هو هنا حجم اكبر ده غالبا عرض يعني، طبعا الزبادي العادي كله لو انت هتجيبه بعروض او كده هيبقى ارخص بكتير في السعر يعني. ده كده شكل الزبادي اليوناني مميمي كده خالص في نفسه، وده شكل الزبادي العادي. ندوق كده ايه لاكتيل العاديه. لا حلو. ندوق كده اليوناني، خايف من قوامها ده قوي بصراحه. نقول بسم الله. يعني هي في الوسط ما بين جهينه وبين المراعي، طعمه قوي، تحس انه في دسامه عاليه وبتاع، بس هو قوامها بصراحه نفسه اللي مش عاجبني، يعني قوامها ضعيف خالص بصراحه. طبعا انا عايز اقول لكم برضو ان ده اقل حجم في البروتين. نروح كده اللي بعده ونشوفه عامل ازاي. مزارع دينا يوناني 170 جرام 10 جرام بروتين بسعر 20 جنيه بس، وده ارخص سعر يوناني في الحلقه كله. ومزارع دينا عاديه 105 جرام بسعر 6 جنيه. ده كده ولاول مره يبقى شكل العلبتين زي بعض بالظبط من جوه. العلبتين شكلهم عادي جدا، ما فيهمش اي تقليب ولا اي حاجه. نبدا بالعاديه كده ونشوفها عامله ازاي. ايه ده جامده جدا دي كده، فالعاديه احسن من كل اللجوم. شوف بقى اليوناني هنا كده هيطلع عامل ازاي. شكلها جامده قوي، طعمها حلو قوي، قوامها كريمي جدا، دسم وتقيل قوي. انا شايف ان دي يعتبر احسن قوام في الحلقه كله، بس كطعم زبادي زي برضه جهينه اعلى واحد. نروح بقى لاخر واحده معانا وهي دانون او اويكو في اليوناني بسعر 23 جنيه 11 جرام بروتين، وده يعتبر تاني اكبر حجم بروتين معانا في الحلقه. ودانون عاديه ب 6 جنيه 103 جرام. شوف كده من قريب عامله ازاي، دي الوحيده اللي من قريب شكلها مختلفه في الصغير. شوف كده دانون العاديه عامله ازاي، خفيفه خالص بصراحه، تحس ان اللبن ميه خالص كده في بقك، طعم اللبن فيه خفيف جدا. شوف كده اليوناني طعمها حلو برضو، طعم اللبن هنا باين قوي جدا، الطعم بتاعها كريمي بس مش تقيل قوي، دول هو في المتوسط، ما هوش ان هو حاجه تقيله قوي زي بتاعت مزارع دينا كده، ولا هي حاجه خفيفه قوي زي بتاعت لاكتيل، حاجه بينهم كده. طبعا بقى ست الكل قاعده في البيت مش شايفه ان الكلام ده كله كده ايه شغل دلع، وان الزبادي اللي بتتجاب من اللبانه اللي تحت البيت هي احسن زبادي. عشان كده برضو انا ما رضيتش اساعدها وجبت زبادي من اللبانه اللي تحت البيت اللي يعتبر زيها زي كل المحلات اللي موجوده في مصر، ونشوفها برضو ايه هل هو قريبه من الكلام ده ولا لا. طبعا علبه الزبادي الحمد لله عندنا ما فيهاش اسم، يعني هي احلى زبادي، انت بقى ونصيبك. ده كده شكلها من جوه، قوامها مش احسن حاجه قوي بصراحه، يعني كان في قوام اكتر احسن من كده في مزارع دينا مثلا. نشوف بقى الزبادي ام 3 جنيه دي ولا 4 جنيه عامله ازاي. بسم الله.
يعني انا شايف بالنسبه لي بصراحه لا، طبعا اليوناني سعره فيه بصراحه، يعني ممكن دي لو هتقارنها ببعض انواع الزبادي العاديه من وجهه نظري انا تكسب شويه، يعني ممكن احسن من بتاعه دانون مثلا في العاديه، ما اعرفش طبعا ده يختلف طبعا من كل بقال او كل لبان عندك في المنطقه اللي عندك. نروح بقى دلوقتي لملخص الحلقه دي ونشوف مين احسن حاجه. طيب الملخص كده السريع، طبعا انا عدت تاني دقت كده كذا حاجه مع بعضيها، وطبعا رايي اختلف شويه من ناحيه المراعي لان انا دقتها بعد جهينه على طول، فكان في دماغي مرتبط على طول طعم جهينه، لكن لما قارنتها بالاطعمه اللي كانت بعديها فلا ترتيبها اختلف بصراحه. بالنسبه للعادي لو هتجيب زبادي عادي فقال لهم بصراحه كان دانون طعمها كان خفيف جدا مش احسن حاجه. بعديه لاكتيل الطعم طبعا مش احسن حاجه بالمقارنه بالباقيين، طعمها ضعيف جدا. جهينه ومزارع دينا والمراعي طعمهم حلو، بس ده الترتيب بوجهه نظر الشخص انا. المراعي هنا طعمها حلو جدا زي ما انا قلت لو تفتكروا طعمها كان قريب قوي من اليوناني بس اخف شويه، لكن لو هتقارنها في العادي لا فهي كانت احسن طعم فيهم بصراحه. المراعي قال لهم مراره وكان قوامها حلو جدا. مزارع دينا تعتبر تاني واحده وممكن اعتبرها انا مركز اول مكرر، طعمها حلو جدا قوامها تقيل جدا برده وكريمي قوي وطعمها حلو ما فيهوش مراره. جهينه نفس الكلام هنا بس على اخف شويه في القوام. نخش بقى على التقيل بتاعنا اليوناني. زبادي جهينه يوناني انا بصراحه بالنسبه لي ما تتقارنش بكل اللي موجودين دول، احسن طعم واحسن قوام واحسن دسامه واحسن كل حاجه بصراحه. فعلا طعم تحس ان انت بتاكل قشطه اصلا مش زبادي من كتر ما هو جميل جدا. انا مبهور جدا بصراحه بزبادي جهينه يوناني دي. بعديها مزارع دينا طعمها كان حلو جدا، قوامها يعتبر اتقل قوام فيهم كلهم، بس كطعم كده زبادي في بقك لا جهينه كانت اعلى بكتير. بعد كده المراعي لو هتقارن في دول كده كلهم فالمراعي يعتبر كقوام وكطعم وكدسامه احسن من الاثنين القبيل. دانون طعم كان ممرر شويه، قوامه كان مظبوط حبه، بس الطعم بتاعها بالنسبه لدول لا اقل بصراحه. اقل لهم بصراحه لاكتيل لما عدت تاني عليها طعمها كان عاجبني في الاول عشان ما كنت بقارنها بالزبادي بتاعتها، بس كقوام وكطعم بصراحه لا اقل منهم كلهم. ده كده الترتيب بناء على رايي انا الشخصي. لو مش فارق معاك الفلوس وعايز تجيب حاجه تنبسط فيها فلا طبعا جهينه اولا اعلى بروتين، يعني الناس بتاعت الجيم والهيلث لايف هيعجبهم جدا حجم البروتين اللي فيها. ولو الدنيا معاك في العادي زي الناس كلها وزي كده فلا مراعي بصراحه تعتبر هي ومزارع دينا احسن اختيار ليك. وطبعا لو انت بتحب الزبادي اللي من تحت البيت العاديه جدا فده طبعا ذوقك انت، انا بتكلم لو انت ناوي تروح لاي شركه من الشركات دي. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.